تيم وأوليفيا زوجين بيصحوا بيلاقوا شقتهم محاصرة بجدار اسود صلب، وبيدخلوا في جو رهيب من الخوف. كل حاجة في البيت بتخلص منهم، ولما بينضموا لجيرانهم بيدخلوا في سباق مع الوقت. كل ده حصل ازاي؟ هحكي لك، بس ما تنساش الاشتراك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك بينا تاني. تيم يبقى مطور ألعاب، كان قاعد في اجتماع مهم في بيته، وباين على ملامحه إنه متوتر ومش مظبط. بس فجأة الاتصال بيقطع، وفي اللحظات القليلة اللي كان بيعمل فيها ريفرش دماغه بترجع تفتكر اللحظات الجميلة اللي قضاها مع مراته أوليفيا، خصوصا وقت ما كانت حامل واضطرت تروح المستشفى بسبب مضاعفات. وفجأة أوليفيا بتظهر قدامه وبتخضه، وبينزلوا سوا تحت وبيقابلوا مستر فريدمان، وده الراجل اللي اشتروا منه الشقة، وكان بيقول لهم إن الترميمات اللي بيعملها قربت تخلص، وإن الغطاء على المبنى هيتشال قريب. وبيقطع كلامهم طيارتين هليكوبتر كانوا معديين من فوقهم، ولما اتخضوا قال لهم فريدمان إن في حريق كبير في منطقة المينا والطيارات دي للإطفاء. بعد ما بيمشوا بيروح تيم وأوليفيا بيجيبوا بيتزا ويقعدوا ياكلوها في عربية أوليفيا الجديدة، وده بيكون غصب عن تيم اللي كان خايف إن نت يكون رجع ويتأخر على الميتنج بتاعه، بس بيضطر يمشي حاله ويسمع الكلام. فأوليفيا بتكون شايفة إنهم متغيرين مع بعض وبقى كل واحد في حاله، فبتقول له يلا بينا حالا نسافر باريس زي ما كانوا بيحلموا، بس كان معطلهم إنها كانت حامل وكمان شغلها. فقالت له إنها خلاص سابت الشغل علشان محتاجين ينقذوا اللي باقي من حياتهم سوا ويبتدوا بداية جديدة في مكان جديد. وكانت يعني بتتكلم بأمل وحماس، على عكس تيم اللي كان بيرد عليها ببرود وقال لها إن هو كمان عاوز يسافر بس مش دلوقتي، وكمان مش هيقدر يسيب شغله. وبينهي كلامهم برده على مكالمة بتجيله. بالليل بيبقوا نايمين في نفس السرير، بس كل واحد فيهم في حالة تانية، وأوليفيا بتكون بتعيط وهي بتفتكر حياتهم بقى شكلها ايه دلوقتي. والصبح بيطلع تيم بيصحى وبيلاقي أوليفيا جهزت شنطتها وبتقول له انت مش هتتغير وانا ماشية، وبيحاول يجري وراها علشان يمنعها، بس أول ما بيفتح الباب بتلاقيه مقفول بجدار غريب من الحديد. في الأول أوليفيا بتفتكر إن تيم هو اللي عمل كده وبتقول له يشيله، لكنه بيروح يبص عليه هو كمان. وأوليفيا بتروح تبص من الشباك تلاقي نفس الجدار مغطي كل الشبابيك ومحاوط البيت كله. بتحاول تكسره وبتنده على تيم يساعدها، وتيم بيبقى بيحاول يزعق يمكن حد يسمعه بس ما بيلاقيش رد. ولما بتحاول أوليفيا تتصل بصاحب الشقة بتلاقي إن مفيش شبكة ولا حتى في واي فاي. فمتخيل إحساسهم محبوسين في شقتهم اللي فيها الأكل والمية بيبقوا بيخلصوا، وهم كانوا مستنيين يفضوا عشان ينزلوا يجيبوا حاجات للبيت، ومفيش شبكة ومفيش نت والمية كمان بتقطع. المهم تيم بيلاحظ إن الموبايل بيتهز لما بيقرب من الحيطة، وأوليفيا بتجيب شنيور وبتجرب تكسر بيه الحيطة، وتيم بيساعدها لكن حتى الحيطة ما بتتخدش ولا حتى خدش بسيط. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ جاي من الشقة اللي جنبهم، فبيحفروا فتحة في الحيطة وبيلاقوا راجل ومراته. الراجل بيبقى مذعور ومراته بتعيط وبيقول لهم ده احنا أول يوم لينا في الشقة النهاردة، انتوا عندكم الحيطة قافلة كده برضو؟ ولما بيقولوا له أيوة الراجل بينهار، ومراته بتحاول تهديه وبتقول له ياخد المهدئ. وبتسألهم أوليفيا لو كانوا شافوا حاجة غريبة بالليل، لكن الست بتقول لها احنا صحينا لقينا كل حاجة كده. فتيم بيقول لهم ان اللي حصل ده شبه ألعاب الفيديو ولازم نلاقي مخرج ونكمل المرحلة. بس أوليفيا بتقول له ده انت واضح ان الألعاب سفلتت دماغك بقى، فوق يا تيم، احنا مش في لعبة، احنا في كابوس حقيقي ومش هنخرج منه. وبيكملوا خناق بسبب مشاكلهم اللي لسه ما اتحلتش بينهم، وبينتهي بان أوليفيا بتمشي من الأوضة وتيم بيتعصب وبيرمي الموبايل على الحيطة الملعونة دي. بس بعدها بيلاحظ حاجة غريبة، وهي إن شريحة من الموبايل اتكسرت وفضلت لازقة في الحيطة وكأنها مغناطيس. في الوقت ده أوليفيا بترجع وبتعتذر له، فبيوريها اللي لاحظه إن الطوب اللي في الحيطة ده بيجذب المعادن، فبيعملوا تجربة ويلموا كل المعادن ويحطوها على الحيطة. أوليفيا بتلاحظ إن القوة المغناطيسية أقوى في المربعات الصغيرة، فبتجمع كل المعادن وبتحطها على المربعات دي، وفجأة كل الحاجات المعدنية بتبدأ تتهز وتخرج من الحيطة كأنها أسهم. وتيم بياخد أوليفيا ويقعوا على الأرض، وبياخد هو كل المعادن دي في ظهره. وبعد ما بتشيلهم أوليفيا وتنضفوا الجرح بيسمعوا صوت خبط وزعيق جاي تاني من الشقة اللي جنبهم. بيجروا ناحية الشقة وبيحاولوا ينادوا عليهم بس مفيش منهم رد، فبيقرروا يوسعوا الفتحة ويدخلوا منها. تيم أخد معاه عصاية بيسبول وأوليفيا معاها سبراي اللي بيترش في الوش. ولما بيدخلوا بيلاقوا الدنيا متكسرة والست واقعة جنب السرير. أوليفيا بتقومها وتيم بيدور على الراجل، وفجأة بيطلع له وبيوقعه على الأرض، وأوليفيا بتدخل تلحقه وترش عليه الاسبراي. وتيم بيبقى لسه هيضربه بس مراته لحقته وقالت له هو ما أذانيش، أنا اللي كنت بحاول أكسر الطوب واتعورت. وبنعرف إن اسمهم آنا وجوزها اسمه مارفن، والحالة اللي هم فيها دي بسبب المخدرات اللي بيشربوها.
تيم بيربط ايده وبيقوله ده مؤقت لحد ما تأثير المخدر يروح. وتيم بيفتش شقتهم وبيلاقي فيها مطرقة كبيرة، بياخدها وبيحاول يكسر بيها في الحيطة، بس مارفن اللي فاق بيقوله انه كده هيكسر المطرقة. تيم بيسأله عن الهجوم اللي عمله من شوية، بس مارفن بيبقى مش فاكر اي حاجة من جرعة الهباب اللي اخدها زيادة. وفجأة وهم بيتكلموا، أوليفيا بما إنها مهندسة معمارية بتخطر في دماغها حاجة، وهي إن العمارة دي مبنية من أيام الحرب وفيها قبو كان بيستخدموه كملجأ، وغالبا بيبقى متوصل بالمترو، فهنقدر نهرب من هناك، بس بيبقى تحتهم جيران، فقالوا إحنا نكسر واللي يحصل يحصل. وبيبتدوا في تكسير الأرض، بس مارفن بيقول لهم إنه شاكك في إن فريدمان صاحب العمارة بيتلعب بيهم، بس محدش بيهتم بكلامه. ولما الأرض بتتكسر بيبقوا كده في الشقة اللي تحتهم، فتيم بينزل وبينادي على صاحب الشقة مستر أوزلين، بس الراجل ما بيجيش وإيده فاضية، بيجي ومعاه مسدسه وبيقول لتيم يطلع من مكان ما نزل وإلا هيصفيه، وكل ده علشان خايف على الأكل والمؤن اللي في بيته. بس أوليفيا والباقيين بيحاولوا يستعطفوه ويشرحوا له الموقف، بس ما كانش مهتم برضه ولسه عند رأيه، لحد ما بتطلع من جوه حفيدته ليف وبتطلب منه يتعاون معاهم علشان يخرجوا بدل ما يموتوا كلهم هنا. وأخيرا الجد بيوافق وبينزل معاهم. تيم بيفك إيدين مارفن وبيقول له يكسر هو المرة دي، وفي الوقت ده بتبقى ليف قاعدة مع أوليفيا بيتكلموا عن الحيطة اللي قفلت حياتهم، ويا عالم هيخرجوا منها تاني ولا لأ. وفجأة تيم بيلاحظ جهاز بينور طالع من جهاز إنذار الحرايق اللي بيبقى في السقف، ولما بيفتحه بيلاقي كاميرا، وبيسأل الجد هو أنت اللي ركبت ده؟ فبيقول له لأ، فريدمان اللي ركبها. فتيم بيروح أوضة تانية وبيكسر جهاز تاني وبيلاقي نفس الكاميرا، فبيتخضوا كلهم. ومارفن بيقوله مش قلتلك إنه بيتلاعب بينا؟ إحنا أكيد في لعبة زي لعبة الحبار وزمانه بيتفرج علينا دلوقتي. أوليفيا بتتدخل باقتراح إنه بما إنه هو ساكن جنبنا، طب ما نكسر الحيطة اللي بينا وندخل نواجهه، وبيكسر باب الشقة. لكن الصدمة بيلاقوا فريدمان مقتول ودمه سايح حواليه وإيديه الاتنين مقطوعين. مارفن بيتقرف وبيجري على الحمام، وأنا بتجري وراه، وأوليفيا بيجيلها بانيك أتاك، وتيم بيحاول يهديها لكنها بتسيبه وبتخرج وتروح تبص على موبايل فريدمان وبتلاقي صور للحيطة، وبيرجعوا يكملوا الحفر في الأرض وهم مرعوبين من اللي اكتشفوه. وأوليفيا بتوري تيم خبر عن الحريق اللي حصل وإنه ممكن يكون ليه علاقة، وفجأة الأرض بتتهد بيهم وتيم ومارفن وأنا بيقعوا تحت، وأوليفيا بتنزل لهم بسرعة تساعدهم. ليف بتيجي تنزل لهم على السلم، بس جدها مش بيرضى ينزل وبيديلها المسدس بتاعه، بس هي بتصمم إنها تنزل معاه. وفجأة بيطلع لهم راجل غريب بيعرفهم بنفسه إنه صاحب أنطون وكان جاي يزوره كام يوم واسمه يوري، وبيسألهم انتوا ليه مكسرين الدنيا كده؟ انتوا مش فاهمين الجدار ده زي نظام حماية متطور ضد أي هجوم أو تلوث خارجي. ولما تيم بيسأله عندك دليل على كلامك ده، بيرد عليه بأي هبد عن نظرية المؤامرة ونظام الدولة العميقة والعالم الجديد. وأوليفيا بتقطع كلامه وبتسأله طب فين أنطون؟ بيرد ببساطة هو بيوريهم جثته وقع فجأة غالبا أزمة قلبية، وبيبتدوا في الجدال ما بينهم هل فعلا بره في خطر زي ما بيقول ولا لأ. مارفن وأنا وأوليفيا بيقرروا إنهم هيغامروا ويخرجوا، مش يمكن بره الحياة عادي وهم اللي محبوسين هنا؟ المهم إن الكل بيخرج، لكن ليف بتبص على الورق الخاص بأنطون، ويوري بيقول لها إن خوفه من الجدار هو اللي قتل، وبياخد منها الورق، وليف بتسيبه وبتروح تلحق الباقيين اللي بيبقوا كملوا تكسير ووصلوا أخيرا للقبو، وبيلاقوا فيه نفق وبيفتحوا الباب بتاعه، لكن الصدمة الباب بتاعه هو كمان مسدود بنفس الجدار العازل ده. مارفن بيتجنن وبيخرج عن شعوره وبيمسك الشاكوش وبيفضل يضرب الحيطة، وتيم بيحاول يهديه، ولما ما بيهداش الجد بيوجه المسدس بتاعه على مارفن فبيهدى في الحال، لكن بسرعة بيخطف منه المسدس وبيضرب رصاص على الحيط. بس المفاجأة إن الرصاص بيقف قدام الجدار وبيبدأ يتهز. تيم بيصرخ فيهم إنهم يترموا على الأرض، وفعلا الكل بيلحق، بس الجد بياخد رصاصة وبيتصفى في الحال. دلوقتي الموقف اتعقد أكتر وما بقوش عارفين هيخرجوا منه ازاي أكتر، وبيكونوا كلهم قاعدين قدام جثة أنطون. مش يمكن في بينا حاجة مشتركة عشان كده اتجمعنا هنا؟ وبتبدأ تقول أنا كنت هموت وأنا صغيرة، وليف بتقول وأنا شفت أمي وهي بتموت من السرطان، ويوري بيقول أنا قتلت واحد زمان وأنا ضابط شرطة، وليف كمان بتقول وكلنا عارفين قصة مارفن إنه يعني اللي قتل جدها، فبيعتذر لها لكن بتتخانق معاه. وبيقطع كلامهم أوليفيا وهي بتقول وأنا كمان أنا وتيم من فترة، بس تيم بيوقفها
لكن بتكمل وبتقول إنها أجهضت طفلتهم. تيم بيسيبهم وبيدخل لأوضة تانية، وأوليفيا بتلحقه وهي بتكمل كلامها ولومها ليه، وإنه من وقت الإنجهاض وهو قافل على نفسه وغرقان في شغله وما فكرش يشاركها في إحساسها بألم فقدان بنتهم. تيم بيهدى وبيرجع للباقيين وبيقول لهم إحنا مش هينفع نقعد مستنيين كده، إحنا لازم نفتش أوضة فريدمان. فليف بتضيف ولازم كمان نراجع شغل أنطون، يمكن يكون اكتشف حاجة. وبيبدأوا يتفرقوا، تيم ومارفن وأنا بيروحوا أوضة فريدمان، وليف وأوليفيا بيراجعوا أوراق أنطون، ويوري مش مهتم باللي بيعملوه. وهم بيفتشوا تيم بيلاحظ إن أوضة فريدمان أصغر من اللي فوقها، وبيبدأ يشك إن في هنا أوضة سرية. ومارفن بيلاقي جهاز بأرقام وبيبقى بمفتاح بأكواد، وتيم بيقول لهم يجيبوا له دقيق، وبيرمي من الدقيق على الجهاز فبيظهر له بصمات على 4 أرقام. أنا بتقول هروح أنده الباقيين. فليف وأوليفيا بيلاقوا كارت بتاع أنطون مكتوب فيه إنه شغال في شركة متخصصة في تكنولوجيا الحماية والأبحاث المتقدمة، وبيسألوا يوري عنها، ويوري بيقول لهم إنه كان بيشتغل مبرمج بس ما كانش بيحب يتكلم عن شغله. بيفضلوا يفتشوا لحد ما بيلاقوا لابتوب وموبايل أنطون متكسرين، وبيقول لهم يوري إنه في كل مرة كان بيوصل لطريق مسدود كان بيكسر حاجة في الحيط، وبيلاقي ورقة مكتوب فيها كود شكل كأنه رمز لفتح الحيطة. لكن يوري بيضحك بسخرية وبيقول لهم أول ما الباب يتفتح الإشعاع هينتشر وهيقتلنا كلنا. فبتيجي أنا بسرعة وبتقول إحنا لقينا حاجة، وأوليفيا ويوري بيروحوا يشوفوا، وليف بتفضل تفتش أكتر، وتيم بيجرب أكتر من تركيبة للأرقام، وفي الآخر بينجح وبيفتح الباب السري. ولما بيدخلوا بيلاقوا أجهزة كمبيوتر شغال عليها فيديوهات من كل أوضهم. الباقيين بيجوا يشوفوا الفيديوهات، وبيروح على أوضة تام وأوليفيا وبيشوفوا اللحظة اللي الجدار اتبنى حوالين المبنى. ولما بيبطئ الفيديو بيشوفوا إنه كان بينتشر حوالين العمارة بسرعة زي تكنولوجيا النانو المتطورة. وفي وقت ما هم مذهولين من الحاجات اللي بتظهر لهم دي، كانت ليف في أوضة أنطون بتقرب من جثته وبتشيل الإشارب اللي على رقبته، وبتكتشف إن أنطون مات مخنوق مش زي ما يوري قال إنها أزمة قلبية. وبنرجع لتيم تاني اللي بيبقى لسه مكتشف فيديو موت أنطون، وإنه كان ماسك تليفونه وبيقرب من الجدار، وفجأة بيحصل وميض نور وكان فعلا قدر يفتح جزء من الجدار. مارفن بيروح يدور على يوري، ولما بيدخل أوضته بيلاقيه بيحرق أبحاث أنطون. وفي نفس اللحظة تيم والباقيين بيلاقوا الفيديوهات إن يوري هو اللي كان بيخنق أنطون. ومارفن بيلاقي ليف مرمية جنب السرير، فبيصرخ على يوري ويقول له انت اللي قتلتها. لكن يوري ببرود يقول له انا كنت بحميكوا، وبيبداوا يمسكوا في بعض. تيم بيجري عليهم مع المسدس وبيلاقي يوري بيخنق مارفن وبيغمى عليه، لكن يوري بيضربه وبيبدأ يخنقه هو كمان، ومارفن بيقومه والاتنين بيضربوه يوقعوا على الأرض. الباقيين بيجوا بسرعة ويصرخوا بلاش تضربه بالرصاص، ممكن يكون عارف طريق الخروج. يوري بيبقى مغمى عليه، فتيم بيربطه في كرسي. وأوليفيا كانت حاسة بالذنب ناحية ليف، وأنا بتقول لتيم أكيد كان هيقتله عشان اكتشف طريقة للهروب. وبيبصوا على الورق المحروق، وتيم بيرجع يبص على الفيديوهات عشان يلاقي دليل. ومن الورق اللي اتحرق بيلاحظ كود غريب شكله كده عامل زي شفرة. وأوليفيا توري تيم كارت أنطون، وتيم بيلاحظ إنه عنوان الشركة مكتوب عليها، وبيقول لها إن الشركة دي في نفس المكان اللي حصلت فيه الحريق الكبير. فبيدخل تيم يفوق يوري بالعافية وبيسأله ازاي أنطون قدر يبني الجدار ده، فبيقول له إن كل حاجة بره ملوثة واحنا هنا أحسن. فتيم بيتعصب وبيضرب طلقة وراه بيهوشه، وبيقول له قول لي الشركة دي هي اللي عملت الجدار ده وليه؟ يوري بيقول له اللي عرفه إن الجدار ده معمول كنظام دفاع ضد أي هجوم خارجي. وأوليفيا بتسأله طب لو كل حاجة بره فعلا ملوثة ليه أنطون كان عايز يخرج؟ يوري بيكشف السر وبيقول لهم أنطون كان مؤمن إن النظام الحماية ده بيتفعل لوحده بسبب الحريقة، وإنه مجرد خلل في النظام مش أكتر. مارفن بيقول إحنا صدقنا نظرية أنطون. وبتيجي أنا بسرعة وبتقول لقيت حاجة مهمة، وتوريهم إن أنطون كان شغال على حاجة في اللابتوب. وتيم بيبص وبيفهم إن أنطون كان بيبرمج الجدار وعمل نظام مخصوص لفتح الجدار. وبيلاقي يوري في الفيديو بيكسر في الحيطة الموبايل واللابتوب بتاعه، وبياخد الموبايل المكسور وبيوصله بالكمبيوتر، وبيكتشفوا إن الموبايل ده شبه مفتاح، والمربعات اللي في الحيطة دي أقفال. وأنطون كان بيستخدم فلاش الموبايل واللي بيشتغل بموجات كهرومغناطيسية علشان يفتح الجدار. تيم بيبدأ يفك شفرة التطبيق ويرجع يشغل من الأول، وبيروحوا للحيطة وبيفتحوا التطبيق بيظهر المربعات على الشاشة كأنها أزرار، وبيضغطوا على كام واحد عشوائي. وفجأة الموبايل بيبدأ يلمع والحيطة بتبدأ تتحول وكأنها بوابة بتتفتح. أنا بتبتدي تمد إيديها وبتلمسها، وبتقول وهي مستغربة إنها حاسة بسخونة من الحيطة وفي حاجة بتشدها. مارفن كان بيراقبها وبيجي يجري عليها ويشدها، ما بتتشدش، في حاجة أقوى منهم كلهم بتشدها لجوه الحيطة.
وفجأة الباب بيبدأ يتقفل عليها والحيطة تقفل فجأة وبتقع على الأرض ونص جسمها بس اللي بيتبقى منها. طبعا مارفن بينهار من الصدمة، أما يوري فكان بيضحك بهستيريا، فبيغيظ مارفن وبيقوم يضربه بالنار وبعدها بيصفي نفسه. اوليفيا بقى سابت كل الأحداث والحوارات اللي حصلت وقعدت مع تيم وهم منهارين، بس ما فوتتش اللحظة وقالت له وقت ما خسرنا بنتنا أنا كنت متدمرة وكنت محتاجاك، بس أنت قفلت على نفسك. فتيم بيرد عليها بهدوء وبيقول لها بس أنت ما سبتنيش وأنا ممتنلك على ده، وبترد وهي مدمعة لأني بحبك، وبيتصالحوا. بكمل أول. المهم إنهم بيقرروا يقوموا من تاني ويكملوا للنهاية، وبيفتحوا التطبيق تاني وبيلاحظوا إن لمعة الفلاش بتختلف من زرار للتاني، مرة تلمع 4 مرات ومرة 6 ومرة مرة واحدة ومرة مرتين. وبعد محاولات فاشلة كتير بيرجعوا للفيديوهات وبيكتشفوا طريقة أنطون اللي استخدمها لأن الفلاش كان باين وراه، وبينزلوا عشان يجربوا الكود ده على الحيطة. لكن فجأة يوري اللي لسه حي بيهجم على تيم وبيروح ناحية أوليفيا وهي بتقع في القبو، وتيم بيجري وبيزق يوري وراها فبينزل، وبيجروا على الباب ويوري بيجري وراهم ويحاولوا يقفلوا الباب، بس يوري بيزقه بعنف. وتيم بيدي أوليفيا الجهاز وبيقول لها افتحي الباب بسرعة، وأوليفيا بتفتح الباب بالتطبيق، لكن يوري بيمسك في تيم وبيبدأ يخنقوا ويوقعوا بعض على الأرض. وتيم بيقول لأوليفيا تهرب هي وتسيبه، بس بتعرف تتصرف وبتمسك المطرقة وبتضرب يوري وبتخلص الحوار ده. تفتكروا الدنيا خلصت على كده؟ لا، دول يطلعوا أخيرا على النفق وبيمشوا لحد ما بيوصلوا بره، بس الصدمة إنهم بيكتشفوا إن الحياة كلها متغطية بالطوب الغريب ده، وبيبصوا حواليهم بيلاقوا عربيتهم، بياخدوها وبيسيبوا كل حاجة وراهم وبيطلعوا على باريس، والراديو بيعلن حالة الطوارئ في المدينة كلها. ما تنساش تقولي رأيك، ولو في اقتراحات لأفلام تانية في الكومنتات، واللايك والسبسكرايب الجميل، وشكرا إنك اتفرجت للآخر.